اكتبوا فيها كل اللي عايزين تكتبوه وانتظروا الرد، وده الرد ما اقنعكوش لو سمحتوا احنا عايزين نناقش مع الناس اللي هي بتدير بشكل مؤقت في موقفها من كذا ان الرد اللي انتوا قلتوا لنا الرد اللي بيجينا على النت لم يقنعنا. لو سمحتوا اتفضلوا انزلوا لنا وتعالوا واتكلموا معانا عشان نعمل لكم كمان لا تفضلوا جدا من القاهره هنا وتقولوا لنا ايه رايكم على اعتراض الناس على 1 2 3. احنا عندنا قصور في مساله التواصل مع الهويه في المحافظه، ده راجع لمده صغيره جدا. ده كان موضوع ان احنا بنجمع التوكيلات ونأسس الحزب ونجيب مقرات، فلما نجيب يعني في عيب كبير تشاركوا معنا تتحملوا هذا العيب باعتبار ان دوت حزبكم. يعني اتمنى ان على المؤتمر الجاي ان يكون في شكل في كل قريه امانه وفي كل مركز في لجنه المركز وامانه المركز وهم تذكر لجنه المحافظه. احنا بعد تقديم الاوراق مباشره لجنه الاحزاب هنعمل بناء تنظيمي الحقيقي للحزب، يبقى عارفين احنا فين وموجودين فين وضعاف فين، كل واحد عليه ان هو يدرس الحزب ويقول له احنا عندنا مشاكل في المنطقه الفلانيه، لان انا ممكن اكون اعرف حد انت هو موجود معانا في الحزب وانت ما تعرفوش. انا مثلا اسكندريه عندنا فيها 13 مجموعه، ال 13 مجموعه ما يعرفوش بعض، وبالتالي في رايحه لجنه من لجنه التسيير عشان تجيب ال 13 مجموعه دول وتقعدهم مع بعض. الناس اكتشفنا ان عندنا حوالي 3000 عضو في اسكندريه، بس 3000 تقريبا كل 50 بس منهم هم اللي يعرفوا بعض ما يعرفوش بقيه المجموعات. عمليه التسيير دي مهمه جدا ان كلنا نشتغل دعاء مش دي فكره الحزب المصري اللي هو عايز يبقى هو الحزب رقم واحد. انا بقول ان الحزب بدأ بدايه قويه جدا ونخشى ان هذه البدايه هي تتراجع. عايزين نستمر في هذه البدايه القويه مش لمصلحه ان في حد عايز ينزل مجلس الشعب فبيجمع نفسه عشان خاطر ينزل مجلس الشعب، لان قد تختار ان اسم واحد غير اللي هو حاطط في دماغه ان هو ينزل مجلس الشعب. انا امبارح في دايرتي كنت قاعد مع مجموعه من الشباب كنا عاملين لهم دوره تدريبيه فقالوا لي انت لازم مجلس الشعب، قلت لهم والله ما اعرف. قالوا لي لا ازاي لازم؟ قلت لهم والله العظيم انا ما اعرف ان في حزب موجود، حزب هيقعد وهيتناقش. وانا كنت فكره ان انا اقول يا جماعه انا عايز انزل مجلس الشعب، لا الحزب والناس اللي تقعد وتقول انا عشان ما نحطش حد في موقف معين. في لجنه موجوده في الاسم في المحافظه هي اللي بتختار المرشحين وتقول ان هذا هو الاصلح وهذا هو الافضل. لازم كل الاعضاء يشاركوا في الاختيار عشان اعرف الزمهم بعد كده ان هم يشتغلوا مع المرشح بتاعهم، وان التعامل مع هذا المرشح مش بان احنا بننجح سين الناس، لا احنا بننجح قيم، بننجح افكار، بننجح مبادئ، بننجح هذا الشخص. وارد جدا ان يجي ده يبقى اداؤه كويس راجل الدوره اللي عليها مرشحوش هو الحزب يختار حد تاني لانه انسب لهذه المرحله، مش لانه هو شخص مش كويس، لا لانه هو راجل ادى ما عليه. يعني انا مثلا في الدوره اللي هي دي محتاج جدا ناس بتفهم يعني ايه سلوك، ناس بتفهم سياسه واقتصاد، ناس تعرف تشرع. لكن بعد هذه الدوره جاي محتاجهم بقى خلاص. انا خلاص عملت الدستور اللي نظم مصر في 100 سنه اللي جايه او لغايه لما ثوره ثانيه تيجي، لكن انا هبقى الدوره اللي بعديها اكيد محتاج ناس بتوع تنميه، ناس بيفهموا ازاي يعملوا مشاريع عمل، ازاي يوظفوا المسلمين، ازاي يعملوا خطط بديله، يعملوا تنميه مستدامه. فبالتالي اختياراتي وفقا للمرحله اللي انا موجود فيها. انا اعتقد كده ان انا يعني ممكن اكون الاستقرار بين الاحزاب. لا مش موجود، بس انت ما وضحتهاش في طلب للبنك نفسه وانتوا بنعمل على انا قلت ايه طلب بنقدم استقاله السيد امين عام حزب كذا وضمن ذلك طلب استقالتي من الحزب الفقط وشكرا. لما في الاغراق برضه مصر بعد ما نقول اذا يعني اذا لم يتم ده في حركه ده هو كمان عندنا كل سمع فقرات معموله مثلا في الوسط هيبقى في طبعا سكن العين الوصول يعني الجغرافيه ممكن ما وصلش. فطبعا سكن العين لما بيجي لك الكعب بتاع عين الوصول ده ان السلم البلد الفلاني هو حد السلم هو او بيقرا على الوحده ده افضل للفروع لان هو المساله ممكن تبقى مرهقه. لو ممكن بقى زملاء المحامين في المحافظه هنا يساعدوا الناس في موضوع الرفع على الموضوع ده. هو بالمناسبة هيسمح بانضمام أعضاء الفيزيوثيرابي؟ نعم؟ هيسمح برضه بانضمام أعضاء الفيزيوثيرابي؟ ما هو أعضاء الفيزيوثيرابي دول يعني إيه أعضاء الفيزيوثيرابي؟ لا ثانية واحدة يعني في هو أعضاء الحزب الوطني دول مش من مصر؟
لو سمحت سياسة الحزب الوطني يا استاذ زي سياسة ايه؟ لو سمحت احنا المفروض هو عايز يعرف ردي انا مش قصدك انت. لو سمحت دكتور مع احترام الجميع، الحزب المصري للديمقراطي والاجتماعي المبني على حقوق الانسان، وحقوق الانسان تحترم الراي والراي الاخر، ويجب عند التكلم عفوا كلنا سواسيه، لا فينا افضل ولا اكثر ولا اقدم ولا احدث. يجب ان يؤخذ الاذن قبل التكلم حتى لا نقاطع الاخر، كما لا تريد ان تقاطع احد. فمن فضلك نحن مبني على صلاحيات الانسان والاسلام يسير الحزب بما ينص على اول بند فيه على حقوق الانسان، فنحن كمنظمه العداله والحريه والانسان اول المنسحبين. فلو سمحت نحن مبنيين على احترام الاخر، فمن يريد ان يتكلم عندما ياخذ الكلمه تحت امر نسمع الكل والكل يتكلم والكل يسمع. شكرا. تفضل. بس انا حضرتك بحبك عشان دي مساله شائكه جدا وبتتعب. يعني التصور عند الناس وعندنا شخصيا ان هذا الحزب هو الذي افسد مصر. هكمل طيب انا ما كملتش والله، يعني اسمعني بخلص. مبدئيا كل الرموز في الحزب الوطني لا يمكن ان تطبق مرتها في الحزب المصري الديمقراطي. الرموز، لكن مثلا في وقت من الاوقات كان اللي عايز يعمل بطاقه تموين كان بيروح يعمل عن طريق الحزب الوطني، وبالتالي طلع عمل بطاقه التموين فروح اقرار الحزب هم اللي بيعملوها، فعملوا له استثمار قويه في الحزب الوطني. لا يمكن اعتبره عضو في الحزب الوطني. اللي كان عامل قالوا له ان الحزب الوطني هو اللي بيوظف فروح يعمل عضويه، دوت لا يمكن اعتبره في الحزب الوطني. لكن اللي كان بيشتغل في الحزب الوطني ده وكان يدعم افكار ومبادئ الحزب الوطني، يعني سواء لانه هو فاسد او لانه هو تعامل بمنطق انتهازي فاراد ان هو يشتغل جوه الحزب ويبقى من الناس اللي هي فاعله جوه الحزب، ومعروف عن تجربته ان هذا الشخص رمز الحزب كان بيدافع عن رموز الحزب، لا يمكن ان انا اقبله في الحزب تحت اي مسمى من الاسباب. مع احترامنا ليهم هم عندهم اللي كانوا فيه يعملوا حزب جديد هم حرين، لكن انا النهارده يعني في هذه الفتره تحديدا لا يمكن ان نقبله. لكن في ناس عاديين جدا كانوا وفي ناس على فكره اعضائهم ما يعرفوش، يعني كان اعضاء الحزب ما يعرفوش انهم اعضاء الحزب. استار اليات تحقق مدى من الكلام ده. ايوه ما هي بعد ذلك انا اللي ساير وانت اتفضل قول كلمه بتاعتك. سياسه الحزب الوطني زي سياسه حضرتك، لكن قائمين على تنفيذ السياسات مع راس الفساد بوظوا الدنيا. خلوا يتقال على الحزب الوطني حزب حرام. احنا لما يوم دخلنا الحزب الوطني كنا داخلين لان احنا مالناش ملجا للوصول الى السياسه غير الحزب الوطني. لو كان في ملجا اي تاني عشان احنا نوصل للقيادات ولا المناصب اللي احنا عايزينها غير الحزب الوطني كنا سليمين. عدم وجود الفعاليه الحزبيه اللي كانت المجهوله وانعدامها في الوسط السياسي هو اللي خلانا نلجا للحزب. هل انا عشان عضو في الحزب الوطني بس لا انتمي للحزب الوطني كفكر حرامي كفكر نصب كفكر ولكن وانما المبادئ الحزب لو اتنفذت مبادئ الحزب الوطني لو بقى احسن مبادئ احسن ناس شغال، لكن محدش بيطبق مبادئ، كله شغال على الراس الكبيره نصابه حراميه نصابين، لكن الاعضاء العاديين اللي كانوا بينضموا للحزب ماله؟ عمل ايه؟ ايه مشاركته؟ هقول لك حاجه. مبادئ جميع الاحزاب المشاركه واحده طفيفه جدا وخاصه في التوجه الاقتصادي جانبا، تمام؟ لكن الذي يميز الحزب عن الاخر هو الممارسه العمليه على ارض هذا الحزب، ممارساته العمليه كلها من اول عضو مجلس محلي القريه الى امين عام الحزب ورئيس الحزب كانوا كلهم ممارسات فاسده،
الذي لا يمكن ان اطلق هؤلاء الاشخاص. انا قلت كل من مارس اللي كان داخل الحزب الوطني، لان هو الحاجه الوحيده اللي توصله لمنصب ماشي. الانضمام الى الاحزاب ليس بالوصول الى مناصب فقط، الانضمام الى الاحزاب ليس بالوصول الى مناصب. انا لي تعليق يمكن يعتبر او يفهم كخلاف مع استطارد، ولكن انا عندي مبدا او مثل: حينما يخطئ المرء فهذه طبيعه البشر، ولكنها عندما يصحح خطأه فهذا هو الميت. هل انت يا ما كنت في حزب الوطني قد غسلت يديك من دماء الحزب الوطني حتى تدخل حزب آخر؟ هل أنت تبريت منه؟ هل أنت بتدافع عن مساوئه وأقذاره وانتهاكاته تبرأت منها ولا ما زلت أنت بتدافع عنه؟ لا، من يدافع عن أقذار الحزب الوطني وعن الدولة عفوا ما يلزمش حقوق الإنسان، ما يلزمش، لكن من يتبرأ منه ويوضع تحت الاعتبار والأمانة العامة للحزب. شكرا. هذا ده رأيي. فترة تدريبية بس دي فترة فيها حوار، يعني ده فترة تدريبية. أنت محتاج تبقى يعني إيه عندك قلق دايما خصوصا انا ليه سؤال؟ انا قلت انه لا اللي داخل عشان يسال هذه او عشان يبقى داخل هذه التعرف على الناس دي هتبقى ازاي؟ يعني انت كعضو في الحزب او كمؤسس للحزب او تعرف ازاي انه ده عضو لو سمحتوا نسمع بعض لو سمحت يا استاذ. كان داخل لانه انتهازي كان داخل عشان يعمل تعرفها ازاي؟ اولا بس انا مش مؤسس، ما انا يعني كلنا اعضاء مؤسسين، يعني كلنا حتى بقى من فتره مراحل التاسيس. انا ما سمعتش السؤال. هو بيقول لك انت بتعرف ازاي، يعني تعرف الناس اللي دخلت الاحزاب اللي جايه عندك ده انه كان عندهم انجاز كويس، يعني ليه نميزه؟ مش انا اللي اميزه، ليه كده انا اميزه؟ يعني الافضل دي حد والناس تقول لي ان هو كان بتحب الوطن، تمام؟ انا ما اقدرش اقول ان انا اقول مميز او ما يميزش، لكن هذه اعتقد